هل برشام حرق الدهون والأعشاب والوصفات والأدوية اللي على النت فعلا بتخسس ولا ملهاش لازمة؟ طبعا بتخسس، أمال إيه؟ وكمان بودرة العفريت ورجل الأسد والقرفة على زنجبيل والكمون المغلي والشمر، وبالله عليكي اوعي تنسي الزبادي على ليمون، وفي الآخر يبقى قابلين إذا خسيتي. تعالي بقى نتكلم بالعقل كده. لازم تفهمي إن رحلة الدايت 80% منها مبني على النظام الغذائي الصحي اللي أنت ماشية عليه واللي مكتوب لك من دكتور تغذية فاهم شغله، و20% في كروت المساعدة اللي معاكي اللي هي من ضمنها أدوية التخسيس. ومبدئيا كده علشان نفهم، هي ما اسمهاش أدوية تخسيس ولكن اسمها أدوية علاج السمنة. معنى السمنة ان انت لما بتعملي مؤشر كتلة الجسم بتاعك من خلال ان انت بتقسمي وزنك على مربع طولك بالمتر بيطلع الرقم اعلى من 30. فلو عملت المعادله دي طلع وزنك اعلى من 30، انت كده مريضه سمنه، وبتبتدي تتصنف ما بين سمنه درجه اولى او سمنه درجه ثانيه او سمنه درجه ثالثه. فانا لما بيجي لي حاله ويطلع انها عندها سمنه بمختلف درجاتها، بكتب لها علاج تجيبه من الصيدليه موصوف من منظمه الغذاء والدواء وزاره الصحه المصريه ان هو بيعالج مرض السمنه. زي ما بتروح للدكتور باطنه يقول لك ان انت عندك ضغط فبيكتب لك علاج للضغط، عندك سكر بيكتب لك علاج للسكر، تروح للدكتور عظام عندك خشونه بيكتب لك ادويه لعلاج الخشونه. فهو ده مش رايه الشخصي ولا الادويه دي جايبها من البيت. نفس الكلام بالنسبه لنا احنا الدكاتره الغلابه بتوع التغذيه. منظمه الغذاء والدواء ووزاره الصحه المصريه قالت لنا ان في ادويه مصرح بيها وموجوده في الصيدليه بتعالج مرض السمنه اللي هو في الاساس خلل هرموني. اما بالنسبه للادويه اللي انت بتجيبها لي من على جروب فتكات، دي بتحرقي بيها دمي مش بتحرقي بيها الدهون. اما الوصفات اللي انت بتالفها لي من عند العطار فبالله عليك خليها للطبخ.